تعال اقول لك يا صديقي العزيز، مش معنى ان الكمبيوتر بتاعك بيتقل وبيركن تقوم انت جاري جايب فلاشه الويندوز فقاعد في الجهاز منزل ويندوز وتعريفات وبرامج وفاكر نفسك كلاوي جينيوس وانك حليت الموضوع ده. انت صح واللي انت عملته صح، ولكن المفروض ان الاول تحدد مشكلتك اذا كانت هاردوير او اذا كانت سوفت وير، فتلجأ للخيار اللي انت عملته. وعشان تحدد مشكلتك انها هاردوير، تعالى صاحبك صادق سايب لك 3 برامج في الكومنتات تحت. انزل تحت اعمل داونلود لل3 برامج وروح شغل لي اول برنامجين، برنامج فور مارك وبرنامج كور تمب. ومن برنامج فور مارك هتروح تضغط على سي بي يو بيرنر وتضغط ستارت، وفي اللحظه دي بيروح يعمل اوفرلود او ستريس على البروسيسور بتاعك بشكل جامد جدا. اللي منها بعينك انت هتروح تبص على برنامج كور تمب وتشوف درجات الحراره بتاعت البروسيسور بتاعك. ولو نورت معاك احمر يبقى انت عندك مشكله في الكولينج او التبريد، فجري على طول محتاج ان انت تنظف جهازك